الله الرحمن الرحيم. النهارده انا في طريق النصر. انا الطريق ده يا جماعه ما مشيتش فيه بقالي يمكن شهور. انا لسه طالع من مطار القاهره وفي اتجاهي للهرم او الجيزه. طريق النصر زي ما انتم شايفين بقى حاجه عظيمه جدا. يعني انا بصراحه اتفاجئت ان هو بقى بالشكل ده. الطريق واسع جدا ومتخطط كويس. حتى التخطيط، بص يا جماعه، مش عارف الصوت هيظهر معاكم ولا لا. انا كده بعدي على الخط، لما بتيجي تعدي على الخط بيعمل صوت معاك عشان ينبهك ان انت كده ايه، مش ماشي او بتعدي حاره لحاره تانية. الطريق واسع خالص يا جماعه. انا للي ما يعرفش المكان، انا على يميني مطار الماظة، وعلى شمالي اللي هو سيتي سنتر، او اللي هو كارفور الماظة يعني، او سنتر الماظة يسموه. الكوبري اللي جاي ده الكوبري اللي فوق طريق السويس اللي في الكيلو 4.5. يا رب تكون بس عارفين، تكونوا معايا بس وعارفين المكان ده. انا لما بطلع كده وانزل هيكون النادي الاهلي على شمالي في بداية طريق النصر او الاوتوستراد. طريق رائع جدا. كوبري، طبعا الكوبري ده بقاله كتير معمول، بقاله كتير، بقاله فترة يعني يمكن 5 سنين او 6، يمكن اكتر. انا كده نازل خلاص، وللاسف بس الاضاءة هنا ضعيفة شوية، لكن كده انا دخلت خلاص. ده يعتبر بداية طريق النصر. انا كده عديت فوق طريق السويس او كيلو 4.5 يعني. على شمالي كده النادي الاهلي. كان استقطعوا جزء من النادي برضه عشان يوسعوا الطريق هنا. الطريق ده بقى واسع. المكان اللي احنا فيه ده بالظبط كان دايما زحمه، والله كان دايما زحمه. كل الكباري اللي هتقابلنا يا جماعه جديده، وانا لاول مره هطلعها بصراحه. يعني انا بقالي كتير جدا ما جيتش في الاتجاه ده. على شمال النادي الاهلي زي ما انتم شايفين، ده اول كوبري هيقابلنا عند تقاطع، اعتقد ان الشارع اسمه احمد فخري تقريبا، او ده اللي قبل عمر مكرم، او شارع مكرم عبيد. نطلع الكوبري ده على يميني كده عمارات رامو وسيتي ستارز. فانا الحقيقه دخلت على GPS عشان اخد الاتجاه للجيزه. اداني ان المسار ده احسن مسار ممكن تمشي عليه. وناس كتير قالوا لي فعلا ان طريق النصر اللي احنا، او الاوتوستراد اللي احنا كنا بنقف عليه بالساعات وكان الناس كلها بتتجنبه، بقى دلوقتي من اسرع الطرق يعني اللي انت ممكن تاخدها عشان تعدي من القاهره، تعدي بطول القاهره يعني. انا على يميني كده عمارات رامو والمنطقه بتاعه سيتي ستارز. يعني انا وصلت تقريبا لشارع مكرم عبيد. هوقف الفيديو وقدام شويه نكمل. هنا انا كده وصلت عند مكرم عبيد، شارع مكرم عبيد. شويه الطريق مع ان في كوبري مشاة، بس الناس بتعدي على الطريق من تحت فبتوقف العربيات. دي حاجه غريبه جدا يعني. كوبري موجود وفي ناس يعني في ناس كويسه بتطلع عليه اللي بيخافوا على نفسهم، لكن برضو الناس بتعدي الطريق بتعطل المرور. لكن الطريق ماشي برضو يعني. مش ده الكوبري التاني. انا كده في ميدان الساعة، او اللي كان معروف ان في ساعة انتظار كده كبيرة اللي على يميني دي، عند عباس العقاد. انا كده طالع هعدي منطقة التقاطع عند شارع عباس العقاد، او ميدان الساعة زي ما كان اسمه معروف يعني، او تحديدا على الشمال. برضو ناس كتير تعرف ان على شمالي كده معهد معهد، في معهد كده مش عارف اسمه العمال او العاملين، حاجة كده يعني. ده شارع عباس العقاد. نازل كده خلاص، انا داخل على ميدان رابعة. الجزئية اللي انا عديتها في 3 دقايق دي كانت بتاخد معانا نص ساعة، والله يمكن اكتر. الطريق واسع جدا هنا يا جماعة. كل الجزيرة اللي كانت في النص دي اتشالت، سهلت المرور بشكل كبير جدا جدا. انا داخل على ميدان رابعة العدوية. هنشوف، كان دايما في اشارة كده وبنقف فيها كتير. هنشوف هي عاملة ايه دلوقتي. انا هعتذر
مقدما كده عن ان الفيديو ده هيكون طويل، لكن في ناس قالوا لي يعني ايه حاول ما تقطعش من الفيديو عشان نشوف الطريق كويس والشارع كويس. يعني هنشوف مع بعض على قد ما اقدر. انا في ميدان رابعه، هو فعلا لسه في اشاره، بس هو في كوبري فوق، يعني هو في كوبري بيعدي اللي هو شارع الطيران، او كان اسمه شارع مش فاكر الاسم بصراحه، بس هو بيعدي فوق طريق النصر. طب نعدي الاشاره ونكمل. انا كده في ميدان رابعه، الاشاره فتحت وبنعدي برضو للاسف، بس هنا مفيش كوبري مشاة. يعني هي الناس برضو بتعدي، بس مفيش كوبري مشاة، وفي تيرن كده هو اللي عامل شويه زحمه. عديت الزحمه وكده على يميني عمارات رابعه العدويه، او بيسموها عمارات التوفيقيه تقريبا. بس ايا كان انا داخل على منطقه المنصه، وشارع الطيران هيكون على يميني. الطريق واسع بس الدنيا زحمه، يعني في اعداد عربيات كبيره جدا، كتير يعني. بس عامه الطريق ماشي يعني. انا كده عند تقاطع شارع، لو انتوا ركزتوا اللي فوق ده يا جماعه المونوريل العاصمه، اللي هياخد من هنا من مدينه نصر ويودي على العاصمه الاداريه. كده على في منطقه المنصه، على يميني النصب التذكاري وعلى شمالي المنصه. طريق جميل لحد دلوقتي. مش عارف هي ضلمه هنا شويه، بس انا شايف كويس. مش عارف مع يعني في الفيديو هيبان ان هو الاضاءه مش كويسه، لكن انا شايف كويس. المنطقه دي برضو كانت دايما زحمه، الناس اللي كانت بتدخل اتجاه يمين على اتجاه رمسيس كان دايما زحمه. على يميني كده الشارع اللي هو بيسموه الفنجري، المتابعة في خط مستقيم. بيعدي بقى على كوبري القبه، بيدخل يمين اللي بيكون رايح كوبري القبه ومنطقه الحلميه. انا طبعا مكمل على طول. على شمالي في الجنب التاني نادي السكة الحديد. الطريق والله ماشي كويس. انا داخل كده على منشية ناصر بقى، منطقة المقاولين العرب والكلام ده. كده على شمالي المقاولين العرب. الحتة اللي انا قطعتها دي يعني من اول ما بدأت الفيديو لحد هنا كانت بتاخد ساعة يمكن اكتر، فيعني الحمد لله الطريق ممتاز. على شمالي كده عمارات المقاولين العرب. هنا خلاص اعتقد ان انتوا عارفين المنطقة دي. الطريق روعة يا جماعة. انا هكتفي بكده. قدام طبعا الطريق برضو متوسع عند منطقة منشية ناصر، وبنكمل بعد كده بندخل على السيدة عائشة او منطقة القلعة، يعني قلعة صلاح الدين، وبعد كده السيدة عائشة. وبعد كده بلف بقى وارجع على محور الحضارة. يعني ايا كان، بس انا مش هكمل فيديو لانه هيكون طويل جدا. كفاية كده ان انا يعني ان شاء الله يكون واضح معاكم طريق الاوتوستراد بقى عامل ازاي، او طريق النصر. اتمنى منكم الدعم بقى، اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. يعني دعمكم ده بيشجعنا والله بجد ان احنا نكمل في الفيديوهات دي. بعض المسار اللي اتحركنا عليه طريق النصر او الاوتوستراد من مطار القاهرة لحد منشية ناصر. دي مدينة القاهرة. لو زومنا شوية هنلاقي هنا كده مطار القاهرة بالشكل ده، هو بيظهر خالص يعني بيكون واضح. مطار القاهرة بيبدأ من عنده طريق النصر. طريق النصر الحقيقة ان هو يعني ممكن نعتبره ان هو بيبدأ من مساكن شيراتون. لو جينا البداية بتاعته بتكون من التقاطع مع طريق صلاح سالم في الجزء ده كده بالظبط، وبيلف حوالين مساكن شيراتون، وبينزل عند سيتي سنتر، بيعدي فوق طريق السويس وينزل عند النادي الأهلي، بيكمل شارع مكرم عبيد، وبعدين ميدان الساعة أو منطقة عباس العقاد، وبعد كده شارع الطيران والمنصة ومدخل الفنجري ومدخل امتداد رمسيس، وبعد كده بيكمل
لمنشية ناصر، وبيكمل بيوصل لحد السيدة عائشة. ده بالظبط المسار اللي احنا اتحركنا عليه. طريق النصر طريق حيوي جدا، وكان زحمة. دلوقتي يعتبر افضل كتير والله عن زمان. والناس طبعا، الناس اللي مسافرة بره واللي بعيد عن البلد هيحسوا بالكلام ده لما يرجعوا وهم راجعين من المطار. اللي هياخد الاتجاه ده هيفرق معاه كتير جدا يعني. اتمنى يكون المسار واضح وسهل بالنسبة لكم الشرح ان شاء الله يعني. واتمنى الدعم والشير واللايك وتفعيل الجرس، الكلام ده كله بيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات تاني اكتر. ومع السلامة، اشوفكم على خير.